اخواتي احسن بدل ما اروح اعيش في بيت واحد غريب وما الاقيش اللي يطبطب عليا. هل انا كده غلطانه؟ واضح حالتك النفسية جدا. واضح من جملة بسيطة قوي انت قلتيها. قلتي اتجوز واقعد في بيت راجل غريب. ده معناه انك انت مش مؤهلة نفسيا نهائي، ولا شايفة ان الراجل ده هيبقى جوزك وهتبقي انت حتة منه، ولا ان البيت ده هيبقى بيتك. انا عارفة، انا عارفة ان ده سببه اللي عمله والدك، وعارفة ان الرعب هو اللي مخليكي حاسة بكده. صوابعنا مش زي بعض. مش كل الناس والدك، ومش كل الناس صعبة. في ناس حلوة قوي في العشرة، في ناس نتمنى نقعد جنبهم بس نسمعهم. أكيد انت كمان طيبة وعشرتك حلوة. افتحي قلبك للدنيا، ادعي ربنا. ما تقولي يا رب، ما تقولي يا رب، يا رب ارزقني بعريس طيب. ادعي، ادعي ربنا، وكليه حالك وهيرزقك بحد كويس. دايما فكري نفسك ان اللي موجود عندك ده عقدة، عقدة سببها موقف شفتيه. اتفرجي على الأفلام العربي، شوفي الحب، شوفي رومانسية والأجنبية كمان والله. شوفي ازاي في ناس سعيدة، شوفي في ناس بتعجز وتعيش مع بعض. شوفي قد ايه العشرة الحلوة بتبقى أجمل حاجة في عمر البني آدم. لا طبعا، اتأني بجوازك، جوزي حد بيحبك أكتر كمان ما بتحبيه عشان تعيشي سعيدة. معانا مداخلة. أنا اسمي نور. حكايتي إن بابا كان مسافر برا مصر وبيشتغل، واكتشفت إنه اتجوز في الغربة عشان ما يعملش حاجة غلط زي ما قال لماما، اللي اتجننت وابتدت تعمل حاجات غريبة. وفي يوم اكتشفت عنها على علاقة بمدرس بتاعها اللي كان بيجي يديني دروس خصوصية في البيت. وفتحت موبايلها في يوم وشفت رسائل عاطفية بعد ما عشت فترة وحشة جدا وأنا مش عارفة أعمل إيه. بس ده خلاني رافضة فكرة الجواز، وخايفة أتجوز من واحد يخوني زي ما بابا وماما عملوا. مش عارفة أتخلص من الإحساس ده خالص يا دكتور. طب ما تيجي نفكر بطريقة تانية. ما يمكن كل اللي انت حسيتيه ده، الوحش ده، هتقدري تعوضي ولادك بعكسه. كون بابا، او يعني بابا يعني خان او اتجوز عشان ما يبقاش حرام، ايا كان المسمى، لكن طالما من ورا مامتك فهو الموضوع فيه طبعا نوع من انواع الخيانة. والدتك عملت ده رد على اللي والدك عمله، وهي طبعا غلطانة، وده موضوع تاني خالص. لأن في ناس بترد على الخيانة بالانتقام، في الآخر بتنتقم من نفسها مش من اللي خانها. انت محتاجة استشارة نفسية، محتاجة تقعدي تتكلمي مع حد يظبط لك تاني المايند سيت بتاعك، طريقة تفكيرك، يظبط لك كل حاجة في مكانها. انت الأحاسيس ملخبطة جواكي والأفكار مش واضحة. انت عندك زي الخيال كده جوه تفكيرك، انت مش شايفة ولا حاجة صح. فلا، انت مش عندك فوبيا جواز، انت عندك فوبيا من الدنيا. معانا رسالة صوتية نسمع كده. أنا اسمي مدحت، وبشتغل في شركة في منصب كويس. وعشان أنا يمكن وسيم حبتين، فمديراتي الستات بيساعدوني، بيرقوني، بيحبوني يعني. وعشان أنا من طبقة متوسطة بس طموحي كبير، كنت مقرر أفضل من غير جواز، لأني لو اتجوزت مش هيفضل ليا معجبات. وأنا بصراحة يعني بحب الستات وبحب أعمل علاقات كتير، مش علاقات وحشة لكن بحب الصداقة عموما. وطبعا أنا عارف ومتفاهم إن أي ست ما بتقبلش إن يبقى جوزها يعني له صداقات مع ستات تانية. فالحقيقة أنا خايفة أتجوز واحدة تنكد عليا وتعمل لي مشاكل. لكن ساعات بفكر إني نفسي أبقى أب، أخد بالي من ولادي يتربوا في معايا، أخد بالي من زوجة تفضل معايا طول الوقت، أحس بدفء البيت زي ما كان مع أمي وأبويا يعني. بس برضو محتار أخد قرار إني أتجوز وأندم عليه. هو انت فاكر نفسك توم كروز ولا ايه؟ انا مش فاهمة. يعني ايه لو اتجوزت
المعجبات هيمشوا. طب ما تخبي جوازتك بقى زي كتير من الممثلين. ايه يا ابني ده؟ هو في راجل بيتباهى بحلاوته؟ انا مش قادره اصدق. يا ترى انت بتبص في المرايه كم مره في اليوم؟ انت بتقف الصبح قدام المرايه وتشوف نفسك كده زي احنا الستات، انت تخنت ولا لا؟ ويا ترى بدات تحط بوتوكس وفيلر في وشك ولا مستني شويه؟ وبعدين انت عارف انك انت كده طالما مستغل جمالك عشان يرقوك انك شغال شغلانه وحشه؟ اكيد انت فاهم الشغلانه دي ايه. والله لو انت راضي على نفسك كده خلاص اديك امتهنت المهنه، لكن الحقيقه الرجاله المفروض ما بتعملش كده. حضرتك فوق لنفسك، واذا كان شكلك مستحلي روحك النهارده بكره محدش هيبص في وشك. ولو انت بقى فيك شويه رجوله تاني روح اتجوز، ولو حالك على حالك ارحم بنات الناس، لان اكيد اي واحده هتتجوزها هيبقى عندها نسبه من الرجوله وجدعنه اكتر منك بكتير. الفوبيا هي الخوف من اي حاجه، سواء جواز، سواء نار، سواء مكان مغلق، هو خوف. بس احنا مفيش داعي نصدق ان كل واحد بيقول انا خايف اتجوز عشان فوبيا الجواز. الرجاله معظمها مش عايزه تتجوز. ليه؟ عشان احنا خلينا مش ناقصهم حاجه عشان يتجوزوا. زهقوا مننا، بتبداوا المشوار بدري قوي، فبالتالي هو اصلا زهق بس مش قادر يمشيكي. وبقول يمشيكي وانا اعنيها، ما انتي قاعده لابده لايه مادام ما اتجوزكيش؟ يعني قلت له نتجوز قال لا، حاولتي تاني قال استني شويه، حاولتي تالت ما اتجوزش. لازقه ليه؟ قاعده ليه؟ امشي بقى، خلي عندك كرامه. ما بيحبكيش، بيستغلك. وبالنسبه للبنات الخايفه من الجواز، ياما بنات ربنا عوض عليهم بجواز نسوهم كل الاسى اللي شافوه في حياتهم، سواء من والدهم سواء من ناس حواليهم. ربنا بيعوض، يمكن دفعتوا ثمن السعاده مقدم. اقول ايه بس؟ السعاده اختيار. وحلقتنا خلصت، بس لقاءاتنا لسه ما خلصتش. هستنى رسايلكم واتصالاتكم، ورقم الواتساب موجود على الشاشة. واشوفكم على كل خير وسعادة الحلقة الجاية إن شاء الله.